السلام عليكم، معكم احمد حاتم في برنامج سوداني. طبعا ده الموسم الثاني، المفروض يبدا مع اول رمضان، وكنت عايز اعمل لكم شرير صغير وحلقات وكده، بس نسبة لظروف العمل ما عندنا عمل نحن، نسبة لظروف المدرسة هو حنبدا مع العيد. كده نبدا. في الموسم اللي فات، الموسم الاول يعني، ما عرفت لكم عن نفسي، عشان كده حنبدا الموسم ده حوريكم انا من يعني. انا اسمي احمد حاتم، احمد جادين، من الجزيره اصلا، عمري 16 سنه، حاليا ساكن في القضارف، بقرا في مدرسه القضارف النموذجيه في السنه الثالثه، منتهي الشهاده السنه دي يعني. طبعا انا زول مرح شديد يعني، وزول متحمس مندفع، بحب اعمل اي حاجه، تقريبا جربت اي حاجه. زمانك وانا صغير عملت مجلة اسمها مجلة تايجر مان، كنت شافع يعني، عشان كده بايخة لو قريتوها حتلقاها في الرابط ده. في الرابط ده ما اعرف، بس حصل في الحتات دي كده بالجهة دي كلها، فشوفوها كنت عليكم. بمناسبة الروابط يعني، ده حسابي حق الفيس، حساب انستغرام، تويتر. الحلقة دي حنتكلم عن المنظرات. يعني شنو منظراتي؟ منظرات يعني زول بيقرا في كلية التربية، بيتكلم معاك على اساس انه تخرج من اكسفورد. يعني المنظرات زول يعني مثلا بنظر واضح انه بنظر يعني، ما كان ما يزال بيلبس نظارات عن المنظرات عادي. المنظرات دائما بيكون عامل فيها بيعرف اي حاجة، واصلا هو ما بيحب يعمل اي حاجة. يعني مثلا انا اقول لك، يعني لما تكون في ضربة جزاء قدامك، انت شفتها كم الضاعة وقاعد برا من هناك وعايل لك، يا اخي لو شفتها بالزاوية اليمين دي كانت دخلت جول يعني. طبعا كل الناس بتحب التصدير، كلنا بنحب ننظر، لكن في النهاية الناجح في المجتمع هو اللي ما بينظر بيعمل أكتر. وكل سنة وانتم طيبين، والسنة الجاية زي ما عاوزين، خلوا التنظيف في العيد ده. مع السلامة. دقيقة، اعملوا سبسكرايب. حلمنا نهار، نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق، تدعونا كي ننسى ألما عشنا. نستسلم لكن لا، ما دمنا أحياء نرزق، ما دام الأمل طريقا فسنحيا.